واحده بتحكي وبتقول دلوقتي انا كنت نازله اتعرف على شاب، واهلي واهله كانوا عارفين علشان نتعرف على بعض اكتر وكده. المهم دخلنا مطعم لقيته عمال بيطلب حاجات كتير اوفر قوي، قلت له ده كتير قوي مش هنقدر ناكل كل ده احنا الاثنين. راح قال لي لا هناكل ما تقلقيش. وتقريبا طول القعده عمال بيتكلم معايا على ان فلوس الست بتبقى لجوزها والبيت، وان الست لازم تشارك في البيت ما دام شغال. قلت له اكيد طبعا، بس طالما الست هتشارك في الفلوس يبقى الراجل يخدم ويربي ويعمل كل حاجه زيه زيها. راح قال لي لا طبعا احنا اخرنا نرجع من الشغل ناكل وننام، وراح ضحك ضحكه سمجه كده. المهم جه في وقت الحساب راح مطلع المحفظه بتاعته وسكت شويه وقال لي يا نهار ابيض ده انا نسيت الفيزا، بالرغم ان انا كان معايا فلوس وقتها. قلت له يا نهار ابيض ده انا كمان نسيت. راح قال لي طب ممكن تستني نص ساعه احاول اتصرف واجي. قلت له لا والله ما يحصل، انت تخليك مكانك وانا اللي هتصرف وهجي. المهم سبته ومشيت. اتصل بيا بعد شويه وفضل يتصل كتير، فقمت عملت له بلوك. راح متصل ببابا ان حد يروح له المطعم، لان انا قلت له ان انا هتصرف واروح له، وانا طبعا ما بردش عليه. فانا اول ما وصلت البيت حكيت لبابا كل حاجه. فلما اتصل ببابا بابا قال له يا حبيبي هي ما عرفتش تتصرف فراحت على البيت، اتصل بحد من اهلك وما توجعش دماغنا بقى. فراح قعد يزعق وتعصب. قال له طب حول لي اي حاجه انا كنت متعشم فيه، وكلام كانه ابن اخته مثلا. فبابا قفل في وشه السجن واتصل ببابا وقال له روح لابنك المطعم الفلاني وحاسبه. ومن ساعتها وهو عمال يبعت لي حسبي الله ونعم الوكيل من اكونتات مختلفه، وعايز نص ثمن العزومه اللي هو اصلا اكلها لوحده، لانه والله ما اكلت منها غير بطاطسيتين بالظبط. هل انا كده غلطانه في حاجه؟